السلام عليكم، معكم محمد الدريس من قناة ماوميتو في اليوتيوب. صراحة بداية أنا بيعتذر عن الانقطاع اللي صار في اليوتيوب، وإني قعدت فترة طويلة ما نزلت فيديوهات، بس يعني إن شاء الله نرجع رجعة كويسة وأصير أنزل لكم فيديو بين أسبوع وأسبوع أو من أسبوع لأسبوعين. إن شاء الله بتستفيدون معي أكثر إن شاء الله. في البداية اليوم موضوعي بيكون عن العزل وبعض فنون العزل واهم الاشياء اللي نفهمها عشان نوصل لصوره فيها احلى عزل. طبعا حبايبي زي ما قلت لكم يعني موضوعي بيكون عن العزل. في بدايه شرحنا بنتكلم عن العدسه الكويسه والمطلوبه منكم عشان يعني توصلون لدرجه عزل ممتازه. العدسه هذه هي عدسه ال 50 ملم من كانون، وفي لها من نايكون نفس العدسه نفس الحجم وتكون نايكون. هذه هي العدسة، صحيح يعني حجمها صغير وكذا، بس عدسة يعني ما اوصف لكم كيف العدسة هذه جدا كويسة. الحين زي ما انتم شايفين هذه الكاميرا 600 دي معنا. طبعا في البداية بوريكم طريقة تركيب العدسة. كل عدسة تحصلون هنا نقطة يا حمراء يا بيضاء، وبنفس الكاميرا تحصلون هنا زي ما انتم شايفين هنا نقطة حمراء وهنا نقطة بيضاء. تجون للنقطة الحمراء تحطونها في نفس النقطة اللي على الكاميرا، تدخل معكم العدسة وتلفونها لما يطلع لكم صوت انها تركبت. فالحين بشرح لكم طريقة التصوير فيها. طريقة التصوير فيها جدا سهلة. هذا هو زر الفوكس، هذا نفسه اللي اذا حركته يتحرك معك الفوكس، يطلع قدام يجي ورا. وعندنا الاي اف هنا والام اف. الاي اف اللي هي الاوتو فوكس، والام اف هي المانوال فوكس. فانتم يعني تقدرون تحطون الاوتوماتيك الفوكس او على المانوال، يعني شيء راجع لكم، بس انا انصح صراحه بالمانوال لانك انت بوقتها بتتحكم وين الفوكس يكون وين العزل بيكون. فبدايه تجون تحطونه على المانوال فوكس، واذا جاء وقت التصوير شوفوا معي الحين زي ما انتم شايفين. الحين معي هنا انا لسه مركب العدسه، فنفس اللي تو شفتوه انتم اللي يحرك الفوكس. لما نجي نحركه اللي هو هذا، لما نجي نحركه تشوفون شلون يتغير، تبدا في اشياء تبان بالصوره. فنقدر نحرك لما يطلع معنا الشخص اللي إننا نبغى نصوره. فتقدر يعني لما تغير الفوكس تشوف كيف يعني في ملامح في الوجه تبان وملامح ورا. ولو تطلعون الكنب اللي ورا، الكنب البني كيف طالع برا الموضوع، يعني طالع مو في نطاق الفوكس، يعني نطاق الفوكس كله على الشخص اللي انا قاعد اصوره، والاشياء اللي تكون جنبه بمستوى التصوير بيني وبينه. فبهالبساطه يعني لما تبي تغير فوكس، مثلا ابغى اركز الفوكس على الكنب اللي وراء، لما احرك نفسه حق الفوكس تشوفون كيف الحين صار الكنب باين والشخص اللي انا اصوره مو واضح. فاقدر ارجع عليه واقدر اروح ورا، واقدر ارجع ورا كمان اكثر اذا كان في مساحه كثيره ورا. يعني جدا طريقه التصوير سهله بالعدسه هذه، ما تحتاج شغل وما تحتاج يعني تعب كثير او انك تسوي اشياء كثيره. جدا سهله يعني باي مكان وباي اضاءه تقدر تصور هالصور. بس في اشياء لازم تكون تراعيها وقت التصوير. مثلا عندك زي فتحه العدسه. فتحه العدسه يعني العدسه هذه تقدر تكون على فتحه عدسه 1.8 من 1.8 الين فوق ال 2 ال 4 ال 5. هذه كلها بتعطيك درجه فوكس كويسه. كل ما على الرقم يعني كل ما كانت اوسع الفتحه كل ما صار الفوكس اوسع ويكون يعني يقل مستوى العزل في الصوره. هذه من الاشياء المهمه في وقت التصوير. لازم يعني تراعي فتحه العدسه، وتراعي بعد المسافه اللي بينك وبين الشخص اللي قدامك. يعني انت كل ما كنت اقرب للشخص اللي قدامك كل ما زادت نسبة العزل. زي ما شفتوا حبايبي موضوعنا اليوم كان جدا سهل، وفصلت لكم يعني كل شيء حبة حبة، وشرحت لكم كيف طريقة التصوير بهذه العدسة. العدسة اللي حاب يشتريها اسمها 50 ملم، هذا حجمها كذا بالضبط. تحصلونها في اغلب محلات التصوير والاكسسوارات ب 375 ريال، يعني ما تتعدى هالسعر تقريبا. فاتمنى من الكل انه يشتريها وياخذها، لان انا متاكد انكم تطلعون بنتائج كويسه بهذه العدسه. وبالنهايه اللي حاب يتواصل معي يقدر يتواصل معي في تويتر او على الفيسبوك او على ايميلي تحت.
وفي النهاية معكم محمد إدريس من قناة ماميتو في اليوتيوب. فأمان الله. المشهد الرابع الأخير. لا تنسى. يلا قروشنا المخرج.